ليه تدفع 73000 جنيه في الايفون 17 اي او 55000 للنسخه ال 256 وانت ممكن بنفس الفلوس تجيب موبايلات اقوى بكتير في الاداء والكاميرات والشاشه؟ وانا النهارده جاي اقول لك على بدايل في نفس السعر واقل كمان. طبعا عارفين ان الايفون 17 بيقدم تجربه ابل المعروفه، احنا مش جايين نقلل منه النهارده، وانا جاي اقدم لك البدايل بس ممكن بمواصفات احسن. واول موبايل معانا السامسونج ال 25 الترا لو لسه موجود، سعره فرنج من 65 ل 75000. ولو علينا شويه بالسعر ممكن نلاقي ال 26 الترا في رينج حاجه و70، والاتنين دول بيجوا باقوى كاميرات زوم وشاشات خرافيه وبطاريات حلوه جدا واداء جبار في الالعاب. ونيجي لتاني اختيار الاوبو فايند اكس 9 برو، وسعره متوقع في رينج 60 ل 68، وبيجي بكاميرات احترافيه وشحن سريع جدا وتجربه تصوير شبه الفلاج شيب حرفيا. ونيجي لتالت موبايل معانا الاونر ماجيك 8 برو، سعره المتوقع من 55 ل 65، اداء قوي وكاميرات منافسه وبطاريه ممتازه جدا. نيجي رابع اختيار وده من ايفون ال 16 برو ماكس، وسعره حوالي من 60 ل 70 الف جنيه، وده على حسب النسخه، وده هيبقى اذكى اختيار ليك لو عايز تشتري ايفون. ونيجي لتاني اختيار من الايفون اللي هو الايفون 17 256، وسعره في رينج من 60 ل 65 الف جنيه. طبعا نفس التجربه بس سعر اقل، وده بيخليه اختيار منطقي اكتر. ومن الاخر انا قلت في الاول ان انا مش بقلل من الايفون 17 اي، لكن بنفس الفلوس ممكن تاخد اجهزه تانية باداء افضل. ما ننساش ان الايفون بيتميز بالماكسيف. السؤال بقى، هل المميزات دي تستاهل فرق السعر؟ سلام.